النهاردة هنعمل دوناتس على البارد من غير فرن ولا عجن، وفي اقل من 5 دقايق هتكون خلصانة، والطعم احلى من بتاع المحلات. طعمه وشكله خطير، مفيش احسن من كده. قبل ما ندخل على الوصفة، انا سارة احمد. لو اول مرة تشوفيني متنسيش تشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. ان شاء الله الفيديو هيعجبكم جدا جدا جدا. وصفة خطيرة ومريحة جدا جدا. في ثواني هتكوني مخلصة احلى دوناتس، وهيعجب الاولاد وهيعجبكم جدا متأكدة. يلا نشوف الطريقة. اول حاجة جبت باكت شوكولاتة اللي هي سما، ونفضل بقى نقطع فيها ونحطها في طبق، ونحط عليها معلقتين كده كبار من الزيت، ونحطها في الميكرويف. لو مفيش عندك ميكرويف، ممكن تحطي مثلا حاجة على النار فيها مية وتحطيها فوق، ما تخليش المية تلمسها عشان ايه الشوكولاتة ما تحجرش. وبعدين بعد ما سبتها دقيقة في الميكروويف، نفضل بقى نقلب فيها لحد لما الشوكولاتة تدوب خالص. اتأكدي تماما ان الشوكولاتة دابت. خلاص، اتأكدت ان معادش فيه قطع من الشوكولاتة. هنجيب بقى قالب اللي هو الدوناتس السيليكون. سعره مش غالي، ده رخيص جدا. ونزلت فيه بقى كل شوية بشوية كده من الشوكولاتة، حوالي معلقة كبيرة كده، ولسه هنصفيها تاني. لازم ترفعوا الفيديو بلايك، اوعي تكوني نسيتي اللايك، وتبعتي الفيديو لصاحبتك اللي بتحب الدوناتس تجربه، هيعجبكم جدا. بصي اتأكدي بقى ان الشوكولاتة اه توزعت في كل اجزاء الدوناتس، علشان عايزين نعمل طبقة من الشوكولاتة. ما تبهدليش الدنيا زي ما انا عملت كده. ندخلها بقى الفريزر دقيقة لحد ما نجهز الطبقة التانية. بصوا بصراحة ده احلى من الدوناتس اللي احنا بنعمله بعجين، طعمه والله خطير. انا حبيته اكتر من الدوناتس وخفيف. ننزل بقى ب5 باكيتات من الشوكولاتة، شوكولاتة ايه من البسكوت، وضربته في الكبة، ونزلت عليه بربع كوباية كده من الزبدة، ونقلبه كويس. وهاجي ابص الاقيه محتاج تاني، فهنزل عليه تاني بشوية كده من الزبدة، حوالي معلقتين، لحد بصوا لما يبقى شبه الرملة المبلولة. مندي كده اعرف اشكله، امسكه في ايدي كده احس ان هو بقى زي العجينة، اعرف اشكله براحتي. ولسه هنعمل عليه طبقة تانية. شايفين كده بقى مظبوط. طلع بقى الدوناتس اللي كان في الفريزر، ونفرد عليه طبقة البسكوت. سهل وسريع، ولو جايلك ضيوف تقدروا تعمليها اقل من 5 دقايق هتكونوا مخلصاها. وعلى فكرة ينفع في اللانش بوكس، يبقى خطير برضو، بدل من الاولاد يشتروا حاجات من بره وكده، بيبقى خطير برضو في اللانش بوكس. قولولي لو عجبتكم الوصفة دي، ممكن اعمل لكم الدوناتس يكون صحة اكتر، ونعمله بكيك، مش نشتريش حاجة من بره. ننزل بقى بطبقة تانية من الشوكولاتة ونفردها كويس. لو وصلت لحد هنا متنسيش تصلي على النبي في الكومنتات وتكتبي لي رايك. بس كده ندخله تاني الفريزر. انا بدخله الفريزر عشان ايه؟ انجز في الوقت. اديله خبطتين كده
دخله الفريزر. نطلع بقى، وجيت احلى لحظة خطيرة. نقلبها بقى مع بعض، شايفين بيطلع بمنتهى السهولة ازاي؟ شايفين بقى؟ واو واو واو، بجد تحفة. لما افتكرت طعمه جوعت تاني، بجد والله جميل قوي. منبه. شكله خطير. الوصفة دي نعملها كل يوم، خطيرة. لو جالك ضيوف بجد شرفك قدام ضيوفك. اي حد هيجربه عندك هيسألك عملتيه ازاي، بجد انا واثقة من ده. سيحت بقى قطعة كده صغنونة من الشوكولاتة البيضة، شايفين؟ فرحانة بيه. ننزل بقى نشكله بالشوكولاتة البيضة خطوط كده. لو عندك بقى شوية مكسرات، عندك اي حاجة اعملي بيها. لو عجبتك الوصفة بقى اعملي شير لاصحابك عشان يجربوا الوصفة الخطيرة دي. احنا ممكن اصلا نكتفي بالخطوة لما مش نضيف الشوكولاتة عليه، بس حبيت عشان تدي شكل كده، بتديله شكل حلو اوي في الاخر. بس كده، واو. هفتح معاكم واحدة دلوقتي وتشوفوا الفظاعة. بجد تحفة. لو نفسك بقى في حاجة حلوة وسهلة وسريعة لازم تجربي الوصفة دي. طبق فاخر. لازم بقى تدخليه تاني التلاجة، بس عشان التصوير وكده وكنت مستعجلة، ف دخليه بقى التلاجة وكلوه بألف هنا. هفتحها بقى دلوقتي وتشوفوا قلبها عامل ازاي. في قمر كده بجد. بجد والله حلوة قوي، تحفة. ندوق بقى، بصوا بتدوب في البق، بتدوب حرفيا في البق، تحفة. خطيرة. يلا لو عجبك الوصفة قومي جربيها دلوقتي، واكتبي لي رأيك في الكومنتات. بحبكم في الله، واكتبي لي تحبوا اعمل لكم ايه الوصفة الجاية. اشوفكم بخير، مع السلامة.